وللاسف الدكتور كلامه ان احنا هنزود جرعات الانسولين. الوحده اللي هي عدد الوحدات يعني اللي هي كانت بتاخدها مش نافعه، لازم هتزيد. والاول هي كانت بتاخد مره واحده انسولين في اليوم، يعني بتاخد حقنه واحده. المره دي او بعد كده يعني اللي هيبقى اللي جاي المفروض ان هي هتاخد 3 مرات في اليوم انسولين، قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. فانا مش عارف هجيبها النهال ازاي. احنا فعلا في مشكلة، وان شاء الله هتبقى بسيطة، وربنا ان شاء الله مش هيورينا حاجة وحشة. بس انتوا دعواتكم ليها عشان خاطر نهال اصلا بتخاف وقلقانة، وطبيعي اي حد عنده بياخد انسولين او يبقى شايف ان هو عنده سكر فطبيعي ان هو يخاف ويقلق، وخصوصا لما بتكون حامل. فان شاء الله خير، دعواتكم لينا. هروح خلاص عشان اخد نهال دلوقتي، ونروح نطمن على بنتنا ان شاء الله تبقى كويسه هي كمان، علشان نبقى احنا ماشيين في طريق واحد اللي هو نهال، ما يبقاش عندنا اكتر من مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، وربنا يا رب يعوض عليهم، وربنا يا رب ما يوقع حد في نفس المشكلة دي. اولا كده كلنا ندعي لنهال، لان الامور يا جماعة صعبة جدا، وانتوا سمعتوا حسن في مقدمة الفيديو الموضوع اصعب مما نتصور. الموضوع بجد محتاج دعوة حلوة صافية من القلب. ربنا يا رب يا نهال يكمل لك على خير، وتولدي كده وتفرحوا بالمولودة الجديدة. اللهم امين يا رب العالمين. الموضوع يا جماعة بجد مش شغل يوتيوب ولا هو تصوير فيديو خلاص، لا الموضوع بجد صعب جدا جدا جدا. ربنا يا رب يعوض عليهم بالخير ويخلف عليهم بالخير، وان شاء الله يا رب خير 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 ان شاء الله. شفنا حسن واضح عليه الحزن، باين عليه الارهاق. آه، بأكد ان نهال طبعا يعني شفاها الله وعافاها انها عندها السكر، وان لابد ان هي تاخد جرعة الانسولين في ثلاث مرات على مدار اليوم، الصبح والعصر وبالليل، علشان خاطر الامور بالنسبة لها صعبة. وكمان الموضوع ده بيأثر أثر سلبي على الجنين. فربنا يا رب يعني يكمل لها بجد على خير. والله العظيم من الدعوة دي من قلوبنا، وبنية صافية، بنية صافية بجد. فربنا يا رب يصلح لهم الحال. والموضوع يا جماعة بيكون صعب، يعني احنا نهال وحسن، او حسن ونهال، شايفين قد ايه اللي هم كانوا طول الوقت عايزين يعني يوصلوا لمرحلة ان هم يعني ربنا يوفقهم ويكون عندهم اولاد وكده. فيشاء القدر، والحمد لله، يعني الحمد لله ان ربنا ادالهم اللي هم عايزينه. ولكن يعني بيحصل ضربات لاسباب احنا هو بنعرفها. يعني مين فيكم كان يعرف ان نهال عندها مشكلة، ولا في سكر، ولا في الكلام ده؟ الناس ما تحكمش على حد بالظاهر. الانسان دايما ما يبصش على حد ويقول لك يعني شفتوا ده نيال، الله ده عايشه في فيلا، بيخرجوا راكبين عربيه فرحانين مبسوطين، ده الحمد لله ربنا رزقها بمولوده، ده الدنيا يعني ما شاء الله حلوه. يعني المرض صعب وبيذل اصحابه. هو ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في ناس كتير بتقول يعني طب ما الناس اللي باصه والثراء والفلل والكلام ده كله، ناس تقول لك ايه، طب ما تيجوا انتوا تاخدوا الكلام ده وتدونا الصحه. وحصل قبل كده الموقف ده. يعني كان في واحد معدي راكب عربيه، انا بديلكم بس مثل، وفي ناس قاعدة على القهوة، المعدي راكب العربية ديت، ايه العربية يعني، حاجة يعني هنقول ايه، هامر، عربية حاجة فخامة، معدية من قدام حد او ولدين قاعدين على القهوة. ففي واحد منهم يعني بصوت عالي، ياه، انا بس لو ربنا يديني بس عربية او فردة
من فردة العربية ديت. يا بخت صاحبها ده، شفت صاحبها ده يعني الله اكبر. يعني شفته عمل ايه ومعاه فلوس وراكب عربية ازاي. فاللي سايق العربية ركن على جنب واخد المفتاح ونزل للولدين اللي هم قاعدين على القهوة. وبالاخص الولد اللي يعني اتكلم وقال يعني بيقول يا رب انا يعني عايز فردة بس من فردة العربية. فالراجل جه قال له مين اللي كان بيقول كذا 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 كذا. فرد صاحبه قال له هو صاحبي ده اللي كان بيتكلم، هو في حاجة؟ قال له لا مفيش، هو كان بيقول انا عايز فردة من فردة العربية. حلو، ولكن انا يا عم مش هتاخد الفردة، انا معاك المفتاح العربية، خد مفتاح العربية ايه وخد العربية على بعضها. الولد يعني اصبح في دهشة، اصبح مندهش. ازاي يعني؟ ازاي هو الدعوة اللي انا دعيتها خلاص استجابت في التو وفي اللحظة؟ يعني فجأة الراجل قال له انت كنت بتقول يا رب انا اكون عندي فردة من عربية، وانت عندك اللي اغلى من العربية كلها واللي سايق العربية. ف فالولد بيستغرب انا عندي ايه يعني، ايه هو اللي عندي احسن من العربية قال له الصحة، انت عندك الصحة. وللأسف الراجل كان عنده المرض اللي هو الوحش، ربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب. فقال له خد العربية واديني الصحة، خد اللي عندي واديني الصحة. فده مثل بيدينا عبرة وعظة ان ما نبصش للي في ايد غيرنا ونقول ايه احنا عايزين زيه، او ما نبصش للناس من الظاهر ونقول الله ده هم عايشين في عيشة حلوة. محدش يستكتر على حد حاجة، محدش يعرف اللي داخل جدران البيوت ايه، انت ما تعرفش حاجة. ولكن الناس تصفي النية، والناس تحمد ربنا على كل شيء، على الصحة اللي ربنا مديها لك. دي اكبر نعمة، اكبر نعمة، انت مش محتاج حاجة تانية. فربنا يا رب يشفيك يا نهال، وربنا يعوض عليك حسن بالعوض الصالح والخلف الصالح يا رب، وتكمل فرحتكم على خير يا رب، وتيجي البنوتة على خير يا رب يا رب. اكتفي بهذا القدر وانتظرونا في فيديوهات قوية جاية. ويا جماعة معلش انا في شوية ضربات كده معانا، وان شاء الله هتتعدل، واحنا مقصرين في قناة احمد الكابيتان وبقالنا اكتر من اسبوعين مش منزلين فيها. هعمل لكم فيديو ونتكلم في القصة دي، ولكن انتظرونا ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله. احبكم في الله، والف الف الف مليون سلام عليك يا نهال.